مرحبا بكم. أوضح إيزاك ناغاتا مدرب الكونغو لكرة القدم أن منتخبه سيدخل مباراة المغرب ضمن تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الثلاثاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. وشكر ربان الكونغو خلال الندوة الصحفية التي عقدها بملعب أدرار بأكادير المغرب على حسن الاستقبال، وقال: شكرا للمملكة المغربية وللملك محمد السادس على استقبالنا هنا. وشدد النغاط على أن منتخبه عانى من مشاكل قبل السفر، مشيرا إلى أن كونغو تجاوز ما عاشه وسيركز على لقاء أسود الأطلس. وواصل: يعجبني كثيرا المنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي، ولقد شاهدناه في مونديال قطر. وأشار المتحدث إلى أن المنتخب المغربي الأقوى إفريقيا، مردفا بأنه رغم تفوقه أسود الأطلس على كونغو في الترتيب العالمي إلا أنه لا يخشى هذا التصنيف.